عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ رجعت لكم بوصفه سهله وبسيطه زي دايما وصفاتي السهله والبسيطه والسريعه. هنعمل ايه النهارده بقى الوصفه بتاعتنا؟ انا عملت الوصفه دي كذا مره قبل كده. انا كنت عامله اكل امبارح وبصراحه كان عندي شويه رز كده باقيين. طبعا في ناس كتير زينا كده لو الرز اتبقى منك او اي مثلا اكل بايت ما بيتاكلش. احنا بقى هنعيد تدويره وهنعمل اكله حلوه قوي كده وكلنا بنحبها وبقت غاليه بصراحه، يعني على راي طباخ الرئيس في الفيلم لما قال لك شويه رز وشويه مكرونه يبقوا بالثمن ده. فعلا والله يا جماعه طبق كشري صغير ب 25 جنيه. احنا هنعيد شويه الرز دول تدويرهم كده وهنعمل اكله كشري حلوه قوي. انا قبل كده عملت كشري الحله الواحده. انا هقول لكم رايي بامانه، اللي هو ان انت بتشوحي المكرونات وبتشربيها. بس على فكره الطريقه اللي انا هعملها دي احلى، التاني حلو بس ده احلى، يعني في حاجه حلوه وفي حاجه الاحلى ده طعم الكشري كده اللي انت بتشتريه من ايه، من المطاعم. ده اللي هو هتسلقي الرز والمكرونه. ايه بقى اللي عندنا هنا نص كيلو مكرونه، كلها حاجات موجوده في البيت، او حتى لو مش موجوده في البيت هتجيبي نص كيلو مكرونه مثلا ب 10 جنيه، هتجيبي نص كيلو مكرونه اسباجيتي ب 10 جنيه. الرز طبعا كده موجود عندك. عندنا هنا بصله قطعناها، قطعي البصله حسب ما انت عايزاها قطع صغيره او عايزاها قطع كبيره زي ما انا عايزاها، لان البصل عندنا بيكش، فانا بحبها ايه، تبقى البصله باينه كده. وعشان البصله تبقى زي بتاعه محلات الكشري يبقى لونها حلو ومقرمشه كده، هتعملي ايه، هتجيبي معلقه دقيق كده وترشيها على البصله وتقلبيها. وطبعا انا حاطه هنا زي ما انتم شايفين على البوتاجاز طاسه فيها شويه زيت حلوين كده. الزيت الحلو ده هنستعمله للدقه، وهنستعمله الطماطم بتاعه الكشري. وفري ودبري يا جماعه. على فكره غني فقير دلوقتي بيشتكي من غلا الاسعار، فلازم كلنا بندبر، يعني مش كلنا هناكل كل يوم محمر ومشمر، لا يعني يوم كده ويوم كده. دبري ووفري وخليكي ست بيت شاطره وممتازه زي ما انا دايما بقول. بالله عليكم بالله عليكم يا جماعه، وانتوا بتتفرجوا على الفيديو بلاقي متابعين وبلاقي نسبه مشاهده، بس مش بلاقي لا لايك ولا بلاقي حتى تعليق حلوه منكم. فبالله عليكم ربنا يكرمكم يا امارات كده، وانتي بتتفرجي دلوقتي دوسي لايك عشان الفيديو اكتر ناس تشوفه. تنسيش يا اموره يا عسوله يا شاطره يا ممتازه. هنا خلاص على النار اهو. الزيت سخن عندنا، لو عايزه تحطي زيت على سمنه حطي، عايزه تحطي زيت بس حطي. وهننزل بالبصل اللي عندنا. نقلب كده تقليبه حلوه. شويه الدقيق دول بيخليه يبقى احمر كده عندنا مقرمش ويبقى حلو. وهنسيبه كده على النار. وزي ما انتم شايفين هنا انا نقعت شويه العدس اللي هو بجبه اللي هو الاسود، حطيت شويه ملح وشويه زيت. طبعا لو انت الرز هتعمليه من اول الشعريه بالرز، العدس ده كده بتنقعيه شويه وبعدين بتحطيه بتصفيه وبتحطيه على الرز عادي يستوي. لكن انا عشان الرز كان مستوي عندي زي ما بقول لكم من امبارح فعملت العدس لوحده. وهنا عندنا على النار حطينا حله حلوه فيها شويه ملح وشويه زيت، وهننزل عندنا هي كده بتغلي اهي. طبعا كلنا شاطرين وممتازين، بس انا بقول البنات اللي لسه مبتدئين واللي بيحبوا يعملوه او ما بيبقاش مظبوط منكم، طريقه سهله وبسيطه. وجبنا نص كيلو المكرونه، هنسلق الحاجات اللي بتتسلق مع بعض، اللي هي المكرونه والمكرونه الاسباجيتي. تقليبه حلوه كده. دايما ايدك وانت بتقلبيه ما تسيبوش بتلزق في الحله، المكرونه بتلزق في الحله. تقلبها كده برضو عشان المكرونه الاسباجيتي دي ما تلزقش في بعضها. خلاص اهم حاجه لو الميه كتيره ما تخافيش. هو العدس كده متهيألي كده على ما اظن انه قرب. خلاص كده عشان انا هطبق عليه شويه هنطفي عليه ونصفيه كده. المكرونه تتسلق. عندنا هنا بقى عندنا شويه توم حلوين كده، دول اللي هعمل فيهم صلصه الكشري. هولع النار. حطينا شويه التوم، وجيبي شويه من بتاعه انا قلت لك دي هتستعمليها للكل. خدت نكهه البصل كده. انزلي بشويه كده على التومه. طبعا احنا عارفين ان الصلصه بتاعه الكشري بتبقى بتوم وبخل. وهنا برضو الناحيه الثانيه انا جهزت الحله اللي هعمل فيها الدقه، شويه توم وقطعه سمنه بلدي.
السمنه او الزبده البلدي اصل دي يعتبر انت الدقه بتشربيها، فبتبقى عايزه تطعم بحاجه حلوه، او عادي حطي منها من الايه من الزيت اللي انا حاطاه هنا في البصل عادي خالص براحتك. بس لو مش موجود ما احط الزيت، موجود يبقى كده حطي طعامي حاجه احسن. خلاص كده هفرم الطماطم بقى وارجع لكم. تومه احمرت عندنا كده يا حبايبي، هننزل بالايه بالطماطم اللي احنا فرمينها. الطماطم دي يعني انت كده حسب المقدار اللي انت بتعمليه. طبعا التومه انا حطيت عليها شويه خل قبل ما انزل بالطماطم وهي بتتحمر. نقلب كده. هنحط بقى ايه البصله وهي بتتحمر كده عشان تدي ريحه حلوه قوي. نحط عليها شويه فلفل اسود. نحط برده للايه للطماطم بتاعه الكشري. ننزل بقى بالتوابل على الصلصه اللي احنا عايزينها. كتروا بقى في الشطه. بصوا بقى لو عايزين تعملوا الشطه بتاعه الكشري هاتوا شويه زيت وحطوا عليهم ايه شويه شطه كده وشويه طماطم صغيرين. لكن انا كده ما بعملش اللي هي الشطه بتاع الكشري، انا بحب احط الشطه كلها في الايه في قلب الطماطم. خلاص كده. ونحط الملح. نقلب كده ندي تقليبه للبصل اهو. وكده برده ندي تقليبه زي ما بقول لكم للايه للمكرونه، ما تسلوهاش قوي يعني خلوها تبقى مفلفله عشان لما بتتسلق قوي بتبقى في الكشري معجنه كده. شايفين الزيت بيديها لمعه حلوه قوي. يبقى على طول نفرفر كده الايه المكرونه عشان زي كده ما تمسكش في بعضها. وارجع لكم بقى تاني. بصوا يا حبايبي كده خلاص اهو زي ما انتم شايفين لون البصل، شايفين لونه حلو ازاي من الدقيق، هو اللي بيخليه مقرمش ويخلي لونه حلو كده. وعندنا العدس خلاص طلعناه هنحطه على الرز هنا. وعندي هنا خلاص الطماطم اهي. بصوا ما خدش مننا وقت خالص يعني، انا بصور لكم ثانيه بثانيه. شايفين كده يعني تغلي كده غلوتين وهطفي عنها كده خلاص بشطتها ودقت الملح وحطيت كل التوابل. وعندنا هنا قطعه الزبده اللي انا بقول لكم عليها وحطيت عليها شويه زيت من بتاع البصل وشويه توم. دي هعمل ايه بقى؟ هعمل الدقه. لازم تكوني غاليه ميه، تحطي ميه مغليه عليها. اول ما كده اقلبها شويه كده عندي اهو التومه بس تاخد لون يا دوبك كده والزبده تسيح. هنزل عليها الليمون اللي انا محضراه ده ليمونه كده وتنزلي عليها بالميه وشويه التوابل وكده خلاص يعتبر الدقه اتعملت عندنا. والمكرونه زي ما انتم شايفين اهو خلاص كده هطفي عليها اهو واصفيها. وهنا ده اللي مكان البصل الزيت اللي احنا ده هنفضيه على الايه على الكشري. هوديه اوريهولكم انا ايه هحطه كله في حله واحده. اقلب الملح فيه كده اللي انا كنت حاطاه وخلاص كده يعتبر الايه الطماطم بتاعه الكشري او الصلصه خلاص. وصفه سهله وبسيطه ما تكلفيش نفسك، ويوم كده ويوم كده الامور هتمشي. وبعدين الكشري ده اكله الشعب المصري يعني، ده الناس بتيجي من بره عشان تاكل الكشري المصري بتاعنا. بس والله بصراحه يعني احنا 6 افراد لما اجيب الطبق ب 25 شوفوا هتكلف ايه. انت كلها حاجات موجوده عندك. انا بصراحه كل الحاجات كانت موجوده عندي بس ما كانش عندي حمص الشام ده بيبقى مودي الكشري في حته تانيه خالص. بس مش موجود مش هقف عليه عادي مش مهم خالص. هيبقى برده الكشري طعمه زي الفل. بس انت لو بقى بتجيبي طلبات يبقى هتيجي بقى معاكي وانت هتعملي حاجه الكشري يبقى حلو قوي. خلاص كده حبايبي كده خلاص. اول مكرونه صفيناها. اول ما نصفيها هننزل بالرز اللي عندنا كله في قلب بعضه. هعمله في حله واحده وهنقلب ونحط برده العدس. مش هتخلي كذا حله على البوتاجاز يعني، هو بس كفايه الحله اللي فيها الصلصه والحله اللي فيها الدقه اهو زي ما انا قلت لكم كده. ننزل بقى بالايه نفلفله كده. اول ما ننزل عليه بالزيت هيفلفل مننا كله في قلب بعضه. بصوا ما شاء الله شايفين ربع كيلو عدس ونص كيلو مكرونه يعني كيلو مكرونه يعتبر شويه رز عمل لنا حله قد ايه ما شاء الله يعني حاجه كده معتبره. وهننزل برده بالايه بالزيت اللي عندنا اللي هو انا قلت لكم هيفضل معانا اهو. ننزل كده كله صفيه كده. ده اللي بيدي لمعه وبيدي طعم حلو. طعم البصل بيبقى فيه. طبعا البصل بقى اللي موجود عندك انت ايه
بتحطي بقى اللي عايز بصل، يعني انا في عندنا في البيت في بياكل ببصل وفي بياكل من غير. بتقلبي فيه كده بقى، وزي ما انتوا شايفين هنا خلاص اهو، حاجه كده يعني ما شاء الله سهل وسريع، ما خدش مننا وقت. خلاص كده الزيت الصفى، وهنا خلاص اهو شايفين الدقه حلوه جميله قوي. الله على الريحه يا جماعه بقى، طعمها حلو قوي. انتوا شايفين؟ ايوه بس مش شامين. بصوا لا شامين بس مش شايفين، يعني بضحك معاكم بقول لكم شايفين بس ايه، بس وشامين برضه بس مش مستطعمين بقى ليه، يعني مش ضايقينه يعني. شكله جميل جدا وريحته حلوه قوي. خلاص كده بقى ايه، هعبيه في الاطباق واوريه لكم. بصوا يا حبايبي كده خلاص خلصنا عندنا اهو ما شاء الله. الكشري سهل وبسيط بطريقه سهله وبسيطه قوي. شويه حاجات، عندك مكرونه ورز ممكن تعملي احلى شويه كشري وما تشتريش من بره. البصل بقى بيبقى حسب ما انت عايزه، اللي بيحب البصل حطيه كده بيبقى حاجه حلوه قوي. عندك حمص شام برده اسلقيه وحطيه، حاجه كده اللهم بارك. طريقه سهله وبسيطه وما كلفتناش حاجه. يا رب الوصفه تكون سهله وبسيطه على قلبكم، وكونوا استفدتوا ولو حركايه او تكايه بسيطه خالص. دبروا ووفروا يا جماعه. ما تنسونيش في اللايك والمتابعه والاشتراك، سواء في صفحتي على الفيسبوك او قناتي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.